السلام عليكم، ان شاء الله كويسين. كيف احوالكم؟ من الحاجات الجميله شديده اللي انا ما كنت متوقع انه انا القاها في المغرب تماما. والله يا اخوانا، احنا كنا واقفين جنب ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا، وقاعدين نعمل في حوارات مع الناس. عملت حوار مع الشخص ده، عمل معي موقف انا ما بنساه، والله العظيم ما بنساه طول حياتي. بعد ما احنا خلصنا الحوار معاه، وانا والمصور ومعانا شخص ثالث ماشيين، الشخص ده انا والله العظيم يشهد الله انه انا ما عارف اسمه. جاء لاحقني وبيتكلم معي، يتكلم معي عن السودان وعن السودانيين، وعن انه كان بيشتغل في الغربة مع سودانيين، وكيف كانوا بيتعاملوا معاه، وحبهم ليه وحبه للسودانيين. فجزاهم الله خير انهم تركوا اثر طيب في نفس الراجل ده. الموقف اللي حصل منه حقيقي انا ما كنت متوقعه، ولا كنت متوقع انه انا القاه في اي دولة في افريقيا او في الدول العربية غير السودان. لانه حقيقي السودان بلد بتاع، يعني بلد كرم وشهامة ونخوة. والسودان، احنا في السودان في رمضان عندنا قطاع طرق، بس قطاع طرق جميلين بيجيفوا في الشارع، بيقطعوا الشارع عشان الناس تنزل تفطر وتحلل فطورة، وبعدين تواصل خط سيرة وخط سفرة. لكن حقيقي يا اخوان، الراجل ده والله ما بعرفه، عمل حاجة حقيقي يعني خلتني مذهول منه. الحاجة اللي عملها انه زول ده بعد ما نحن خلصنا تصوير وجا وقف ويتكلم معاي وسلم علي، فقال لي يا اخي انا عازمكم والله تجوني في البيت، عازمكم تجي تفطروا معاي بكرة انت والشباب اللي معاك ديل، وتجوني بدون اي كاميرات، وبتجوا بدون اي مايكات، وكان معاه طفل صغير. قال لي تجوني في البيت وتاكلوا عندنا اكل مغربي. حقيقي والله الدعوة دي انا لقت في نفسي اثر طيب وجميل، واكدت لي قدر شنو انه الشعب المغربي ده شعب جميل وطيب وكريم ومضياف. وانا حقيقي والله اعتذرت له، يعني اعتذار جميل، مع انه يعني والله العظيم في نفسي انا كان نفسي ألب بالدعوة دي. لكن حقيقي انا كنت بعديها مسافر بيوم، اعتذرت له وقلت له والله انا عندي طيارة بكرة مفروض اسافر، فانا اسف ما بقدر. لكن اذا الله مد في ايامنا، فاكيد حنجي راجعين المغرب وحنتقابل تاني، وحنجيك في البيت عشان نفطر معاك باذن الله تعالى. فانا عبركم داير اقول للزول ده شكرا، ويا ريت لو في زول بيعرفه يعمل له مشاركة للفيديو عشان يشوفوا. حقيقي انا والله العظيم ما عارف اسمه منه، فهو عكس صورة طيبة وجميلة جدا يعني لأهل المغرب، وكرمهم وضيافتهم وترحابهم. فحقيقي شكرا لك، ودعوتك واصلة. وأنا يعني الحاجة دي أثرت في نفسي شديد، لأنه أنا كنت مصر إنه أنا أعمل فيديو ليك أنت مخصوص عشان أشكرك به. فشكرا لك وشكرا للمغرب وأهل المغرب. فالدعوة دي إن شاء الله ملبية في يوم من الأيام، إذا ربنا مد في آجالنا. شكرا لك تاني وتالت ورابع. ولو في زول يا اخواننا بيعرف الزول ده يعمل له مشاركة للفيديو ده، اعملوا مشاركة وقلبوا اكسبلور، عشان حتى لو ما في زول بيعرف وشاف الفيديو ده يصليه. شكرا لكم، جزاكم الله خير، وشكرا لك يا اخونا، جزاك الله خير.